الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو خير نبي أرسله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض يا ربنا عن صحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. ثم أما بعد، عباد الله المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته. اتقوا الله عباد الله، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين، ووصية الله تعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم اجعلنا من المتقين، واحشرنا في زمرة المتقين يوم العرض عليك يا رب العالمين، آمين. ثم أما بعد، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، عباد الله، ألفاظ وعبارات وتصرفات خاطئة يتداولها كثير من المسلمين اليوم، سواء عن قصد أو عن غير قصد. هذه الألفاظ أحيانا نتداولها من غير أن نشعر أنها خطأ أو أنها حرام أو أن فيها كفر أو أن فيها استهزاء بالله وتجاوز على الذات الإلهية. تعالوا معا لنتعرف على هذه الألفاظ التي ربما نلفظها فيما بيننا ونتداولها كثيرا في حياتنا من غير أن نتمعن بها وأن نعرف معناها. والله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يقولوا قولا حسنا، وأن يقولوا قولا معروفا، وأن يقولوا قولا طيبا. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال تعالى: وقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقال تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم قال تعالى في آية أخرى: وهو يشبه الكلمة الخبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نقول قولا حسنا وقولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي قولا صدقا وحقا ومعروفا وطيبا. ونبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بالقول الطيب والحسن، فقال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، أي أجر ومعروف وحسنة. وأوصى معاذ بن جبل عندما سأله بوصايا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بوصايا، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا عدة، منها قال له في آخر وصية: يا معاذ أمسك عليك هذا، أي لسانك، يعني امسك عن الكلام السيء والكلام الفاحش والكلام الذي فيه أذى وكفر وفسوق. قال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون على ما نتكلم به؟ يعني كل كلام نشعر به أو لا نشعر، نعرف معناه أو لا نعرف معناه، يؤاخذون الله عليه يوم القيامة. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ومعنى ثكلتك عندما تفقد الأم ولدها أي يموت. ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس يوم القيامة في النار على مناخرهم، أو قال على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم، أي سبب كب وجوه الناس يوم القيامة على وجوههم في النار هو حصائد الألسن. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمة أو ربما كلمة يقولها الرجل لا يلقي لها بال، ما يدير لها بال، كلمة يقولها وما يدير لها بال، تهوي به في جهنم 70 خريفا، مدة طويلة 70 خريف، يعني يلقى في جهنم لا يصل إلى قعرها 70 عام حتى يصل إلى قعر جهنم. هذا هو جزاء الكلام السيء والكلام الذي نقوله وهو حرام وفحش وسيء ولا نلقي لها بال. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ويظن أن لا تبلغ به ما بلغت، يكتب الله بها عليه سخطه يوم القيامة. يتكلم بالكلمة من سخط الله وهو أحيانا لا يشعر ولا يدري أن هذه الكلمة تسخط الله أو تغضب الله أو فيها نقص في ذات الله، يكتبها الله عليه ويكتب سخطه عليه يوم القيامة، أي يسخط عليه. وإذا سخط الله على عبد عذبه في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن سخط الله وغضبه. تعالوا لنعرف هذه الألفاظ التي نتداولها ونقولها ونحن لا نشعر. منها ما هو كفر فيه نقص في الذات الإلهية العلية، فيها استهزاء بالله، فيها تجاوز على ذات الله. من هذه الألفاظ يقولها كثير من الناس اليوم. مثلا يقول شخص لآخر: الله لا يقولها إذا فعلت هذا الشيء، يعني بالعامية الله لا يقولها وانت تسوي هذا الشيء. هل الله عز وجل يقول السيء؟ يعني معنى شخص يفعل سيء يقول له الله لا يقولها ويسوي هذا الشيء، هذا كفر. إن الله لا يأمر بالفحشاء وإن الله لا يقول إلا طيبا ولا يقول إلا صدقا، قل صدق الله. هذا كفر. أو بمعنى آخر يقول له أريد من الله تقول هذا الشيء، أو أريد من الله أن تفعل هذا الشيء السيء. أكيد أحيانا ابنك أو أخوك أو جارك يسوي شيء سيء بحقك أو شيء مزعج بحقك، تقول له أريد من الله تسوي هذا الشيء، يعني أنت معناه إن الله عز وجل هو يؤمر بهذا الأمر السيء أو هو يوحي له أن يفعل هذا السيء. حاشا لله وتعالى الله عن هذا القول. لنضبط ألسنتنا وكلامنا عندما نغضب.
ومن الألفاظ أيضا أن يقولوا بس الله يورطك وتسوي هذا الشيء، هذا كفر. الله سبحانه وتعالى يورط الإنسان بالعمل السيء، كفر لا مو كفر؟ كفر. الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص في ذاته، لأن الله تعالى متصف بصفات الكمال لا يعتريه نقص أبدا سبحانه وتعالى. ومن يقول هذا الكلام عن قصد خرج من الملة، وإن لم يكن عن قصد ولا يلقي بال فهو حرام، وعليه أن يضبط لسانه وقوله، وأن يتوب إلى الله، وأن يمسك نفسه. ومن الألفاظ أيضا يقول إن الله تعالى يعطي اللحم للذي ليس له أسنان. مع العامية الله ينطى اللحم للما له سنون، حاشا لله عز وجل، لأن الله عز وجل يظلم عباده، ينطي ناس ويمنع ناس. يعني معنى هذا الشخص اللي الله منطيه مال أو منصب أو وظيفة أو جاه أو جمال أو أولاد ما يستحق هذا الشيء، هذا تقدير الله وحكمة الله. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق لحكمة يريدها حتى يرينا نعمه وآياته لينظر من يشكر ومن يكفر. الله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق وقسم الأعمال وقسم الوظائف وقسم المناصب وقسم المكانة والقدر لحكمة يريدها لا يحق لنا أن نعترض، وإذا اعترضنا فهو كفر. والألفاظ الأخرى يقول الله يخلق محمد يبتلي، هذا متداول اليوم كثير بين الناس، يعني معناه الله يخلق خلق ناقص ورسول الله محمد يبتلي بهذا الخلق. حاشا لله أن يخلق نقص في الإنسان. نعم الله يخلق المجانين والأعمى والأخرس والأصم والأبكم، ليش؟ حتى يري الصاحين أن الله أعطاك نعمة العقل، وأعطاك نعمة البصر، وأعطاك نعمة النطق، وأعطاك نعمة السمع، وأعطاك نعمة الحركة والقوة والصحة. عندما ترى هؤلاء تشكر الله عز وجل على هذه النعمة وتحمده على أن عافاك وابتلاهم وعافاك مما ابتلاهم به. لا يجوز هذا الكلام وهو كفر، فاضبطوا ألسنتكم عباد الله. ومن الألفاظ أيضا أن يقول الله توهم وسواك، حاشا لله. هذه موجودة اليوم بين الناس اخواني كثير، هذه موجودة اليوم بين النساء والشباب والرجال، يقول الله توهم وسواك، حاشا لله. الله عز وجل لا يعتريه الوهم ولا النسيان ولا الخطأ ولا الكذب، بل الله له الكمال كله وله القدسية كلها. هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر ذو الجلال والإكرام. وأيضا يقول بعض الناس لبعض لو الله مسويك حيوان أفضل، يعني هو يتمنى من الله يسوي هذا البشر حيوان، يعني يشترط على الله ويعترض على خلق الله، يقول له الله مسوي هذا حيوان أفضل ما يسوي إنسان. هذا كفر إخواني. هذه الألفاظ وكثير من الألفاظ الكفرية اليوم الناس يتداولون بالمجالس وفيما بينهم في البيوت، وإذا واحد زعل الآخر فعلينا أن نضبط ألسنتنا، لأننا نقع في الكفر والتجاوز على الذات الإلهية العلية من غير أن نشعر. اضبط، امسك عليك هذا عندما تتكلم، ولا تقل إلا صدقا وحقا. فعلينا أن نتوب من هذه الألفاظ وأن نتركها. أما الألفاظ التي فيما بيننا على بعضنا البعض فكثيرة لا يسعنا المقام والوقت أن نذكرها كلها، نتعرف على بعضها. منها أن يقول إنسان لآخر طاح حظك. الحظ من الله، لأن الحظ هو النصيب. أو يقول حظي مو زين، أو حظي حاشاكم نجس، وحظي كذا. الحظ من الله عز وجل. لا تقول الإنسان طيح الله حظك وطاح حظك، هذا كفر. ومن الألفاظ التي يتداولها الشباب أكثر ما يتداولون عندما يريد أن يطعن في عرض فلان أو أخته أو زوجته، يقول له يا ابن الشريفة، هو يقصد أي ابن الزانية أو أخو الشريفة أو زوج الشريفة. هذا اللفظ كناية ومجاز عن القذف، هو ما يقذف قذف صريح، يقول له يا ابن الزانية وأخو الزانية وزوج الزانية، لا، يقول له يا ابن الشريفة ويقصد الزنا.
هذا كناية عن الزنا، وهذا حرام. هذه ألفاظ اليوم موجودة بيناتنا. أو يقول له أبوك شريف، هو يقصد أن أبوك مو شريف، العكس هو الصحيح، لأن النية والله عز وجل يؤاخذ على النيات، وهو يقصد بلفظه كلمة غير شريفة. ومن الألفاظ التي يتداولها الشباب اليوم كلمات غريبة اليوم جديدة نسمعها بالشارع، تعني ترويج إلى أمور أخرى، مثل يقول له شد. هذا الشد تعني عدة معاني. شد إما رقص وغناء، شد إما كلمة فاحشة تعني الفاحشة والسوء وسوء الخلق. هم يقصدون بها كلام آخر ونحن لا نفهمه، لكن معناها يوحي إلى الفسوق وإلى الفاحشة. ومن الألفاظ الأخرى اليوم حتى بين الصبيان يقول له ابلع، وهذه الكلمة تطلق على الذين يتعاطون المخدرات، وهذا ترويج للمخدرات. حتى شبابنا اليوم يأخذ هذه الكلمة من الذين يتعاطون المخدرات ويتداولون هذه الألفاظ بينهم ينقلونها إلى أطفالنا وأبنائنا. هذه الكلمات وهذه الألفاظ سيئة، وهذه الألفاظ نؤاخذ عليها يوم القيامة. وعلينا أن نعلم أبنائنا الكلام الطيب والكلام الزين والخلق الحسن. علمه أن يسلم على الناس، أن يرد السلام، أن يقول جزاك الله خيرا، رحم الله والديك، بارك الله فيك. هذا علمه لابنك أنت وتقعد معه أثناء الأكل، أثناء الجلوس معه. علمه آداب الطريق، آداب اللفظ، علمه كيف يتكلم عندما يخرج إلى الشارع والأماكن الأخرى. وهناك ألفاظ كثيرة إذا جلسنا نحصيها تحتاج إلى وقت طويل، فعلينا أن نسدد ألسنتنا عن الأخطاء التي نتداولها فيما بيننا. فهذه ألفاظ بعضها يوصلنا إلى الكفر وبعضها يوصلنا إلى الذنب الكبير، فإن أحيانا اللسان يلفظ لفظ فيها ذنب كبير وتعد من الكبائر. هذه ألفاظ. أما التصرفات فكثيرة اليوم عند الشباب. من هذه التصرفات هي الأفعال. اليوم السرعة في السيارات موجودة عندنا، كل واحد علم ابنه السياقة وفلته، ما علموا آداب السياقة، يمشي على كيفه، والسياقة فن وذوق وأخلاق. يمشي 100 بالأفرع الداخلية، يمشي 80 60 بالأفرع الداخلية، ما يقول هناك أطفال، هناك نساء، هناك عوائل موجودة تطلع سيارة، وكثير ما صارت حوادث. كذلك الدراجات النارية، اشترى ابنه موطار وابنه انفلت، ما يمسكه، ما يعلمه، ما يضبطه، يفحط بالدراجات النارية ويفحط بالسيارة. في هذا الأسبوع الماضي في تكريت، في ساعة متأخرة من الليل في شارع الاحتفالات، شباب 2 من السابقين بسيارات بهاتهم، شبعانين شبعة الناس وانفلتت، ماكو أخلاق ولا تعليم ولا تربية، يمشون سرعة متسابقين وفر السيارة وانقلبت بيه واحترقت بيه السيارة. هذا هي عواقب السرعة وعواقب الانفلات اللا أخلاقي والسلوك السيء. علموا أولادكم السياقة الهادئة، وعلموا أن هذه وسيلة للركوب، نعمة من نعم الله. علموا السياقة، نعم هذه وسيلة الله عز وجل نعم بها علينا لنقضي بها أمورنا في الحياة، لا أن نستخدمها لأذية الناس ويفحط وتصرخ بالأفرع في نص الليل والموتور يزور له ويزعج الناس والناس مريضة ونائمة. هذا والله ذنب كبير وخلق سيء. علينا أن نربي أولادنا، مو بس تطعم ابنك وتلبس ابنك وتنطي فلوس وتشتري له وتفلته بالشارع الناس. وتصرف الآخر اللبس السيء، تحدثنا عن ذلك كثير. ابنك شاب كبير ما تقدر تنصحه، يلبس شورت قصير فوق الركبة ويمشي بالشارع، هذا خلق سيء وينعكس على خلق الأب وتربية الأب وسلوك الأب. أنت ما تشوف ابنك يطلع لابس هالشورت القصير ويمشي بالشارع، وأنا أشوف حتى رجال متزوجين كبار جالس قدام المحلات وطلع فخار. هذا والله إن دل فإنه يدل على السلوك السيء وعدم الحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم وادعوه يستجب لكم.